النشر في القراءات العشر بحجمها وتعقيدها ييئسوا، بل ثبات وإصرار وإكبار هذا العلم كل إكبار. التمسوا النجابة في أبنائكم، فوجب على المسلمين أن ينظروا إلى أبنائهم ويتفرسوا فيهم قضية النجابة ووعي الذهن. وكان بفضل الله عز وجل أنه كان ابننا عبد الفتاح حينما كنت أعرف أباه من قبل، وكان يحرص هو على أن يعلمه القرآن، وكان يكلمني عن هذا الطفل بأنه نبغ، فأراد أن ينمي هذا النبوغ وأن يجعل ولده هذا بفضله خادما لله في أرضه، فجاء به إلي وأراد مني أن أعلمه التجويد، وأراد أن أعلمه القراءات العشر. وكنت أيضا بعد ذلك حريصا على أن أدله على ما ينمي هذا الأداء من النواحي العلمية. فالمسلم الواعي الذي يجمع إلى فن الرواية ما يسمى عندنا بفن الدراية، أي يجمع الأداء ومعه العلم. إن شاء الله سنقرأ هذه الآيات لورش من طريق الأزرق. ماشي يا شيخ عبد الفتاح؟ توكلنا على الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فالذي واظب عليه الأخ عبد الفتاح حينما جاءه أبوه وجدت خيرا وتعلم مني، وكان حريصا على أن يؤدي القراءات بهذا الأداء الذي يجد فيه الكثير صعوبة ومشقة، ولكنه بفضله أداها كما وعاها مني. وحاولت جاهدا أن أعلمه هذا، لأنني وجدت الكبار يفرون منه ولا يستطيعون عجزا أو كسلا، ولكني كنت أرى الخير في هذا النابغة، في أنني أجد فيه حرصا وأجد فيه نشاطا. وأنا أشكر من قبل ذلك أباه الذي يحرص على أن يأتيني به مع إخوته يتعلمون القرآن والقراءات ويبلغون ذلك عني، ويحرص بعد ذلك أن يأخذ إجازة. وفي هذا خير عظيم وصى به العلماء، لأننا لا بد أن نعلم بأن القرآن الكريم خير للطالب ولوالد الطالب. ورد نهر العلم لم يكفه اليم، فلم يكتف الوالد بتحفيظ ابنه القرآن، ولما لمس فيه نبوغا ونجابة ساعده بهمة عالية في تحصيل العلوم الدينية وجمع المعارف القرآنية، حتى تكللت جهودهما بتحقيق الحلم وبلوغ الهدف، وهو الانضمام إلى معهد القراءات التابع للأزهر الشريف. ودرج الابن مدارج الرجال تاركا سبيل الأطفال، ولسان حاله يخاطب أباه: يا أبت افعل ما ترى، فلن أكون إلا كما تحب أن ترى. استقبلت هذه الظاهرة القرآنية في مكتبي في كلية القرآن الكريم التي أشرف بعمادتها، وتحدثت مع عبد الفتاح وسألته في حفظ القرآن الكريم، في جودة الأداء القرآني، بل في حلاوة الأداء القرآني، في متون القراءات، في طيبة النشر، وفي الدرة، وفي الشاطبية، بل وفي متن علم النحو الكبير ألفية ابن مالك التي تجمع علمي النحو والصرف
فوجدته بحق ظاهرة يجب أن ننشر عطاءها وأن ننشر مثلها. أعتقد أن دور القيادات القرآنية قد بدأ بالفعل مع الابن عبد الفتاح محمد الأروش، حيث أخذ قراراً استثنائياً من فضيلة الإمام الأكبر ومن قطاع المعاهد الأزهرية باستثنائه من شرط السن لقبوله طالباً بمعهد القراءات بطنطا. ميز الله عبد الفتاح الأروش بالعديد من المواهب والقدرات، وحباه بالكثير من الطاقات، مما أهله لأن يكون ثمرة طيبة في شجرة قطوفها دانية. فلا صغر سنه حال دون التحاقه بمعهد القراءات ولا كبر سن أقرانه دعاه إلى ادخار ما عنده من طاقات. واجبات كثيرة ومهام عديدة وعلوم ليست باليسيرة يصعب على الكثيرين تحصيلها، إلا أن طفلا صغيرا لم يبلغ العاشرة يمن الله عليه بالعلم والمعرفة فينجح في إنجاز هذه المهام وتحصيل تلك العلوم. اذكر يا شيخ عبد الفتاح آراء العلماء في المخارج. اختلف العلماء إلى 3 أقسام. قسم قال أنها 17 مخرج وهو الراجح، والذي قال هذا الرأي الخليل بن أحمد وابن الجزري. والقسم الثاني من قال أنها 16 مخرج وسيبويه والشاطبي. القسم الثالث أنها 14 مخرجا، والذي قال ذلك الفراء وقطرب والجرم. قال محمد وابن مالك أحمد رب الله خير مالك مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا، وأستعين الله في ألفية مقاصد نحوية نحوية تقرب الأقصى بلفظ منجزي وتبسط البذل بوعد منجزي وتقتضي الغضب غير سخطي فائقة ألفية معطي. ووسط أمواج هذا البحر المتلاطم من العلوم والمعارف لم ينس الوالد الذكي أن ابنه ما زال طفلا غضا طريا يستحق المثوبة إن أحسن، فكان يتعهد الأسرة كلها برحلة صيد أسبوعية. لكنك في حدس عالية كنفوسهم عالية